وبعدين يا ام هادي، وبعدين في الواد هادي ده، الواد ده هيجنني. ماله عمل لك ايه يا عيد؟ زعلك في ايه؟ زعلني في ايه؟ انا كان نفسي يشتغل معايا في الارض، كان نفسي يساعدني، انا تعبت. طب يعني احنا بنصرف عليه وبنعلمه عشان يشتغل معاك في الارض؟ انا عارف يا ستي ان هو مهندس قد الدنيا، بس يعني كان المفروض يساعدني. هو هادي فالح في اي حاجه يابا، ده كسلان على طول. اي والله. شفت بنتي كسلان على طول، كسلان على طول يا ربي. سامع بيقولوا عليا ايه؟ ما هو ليهم حق يقولوا عليك كده، ما انت على طول كسلان يا هادي. انا كسلان حبيبتي؟ دي غلطتي اني عايز ابقى جنبك؟ يعني عمرك ما هتزهق مني ولا هتندم انك اتجوزتني؟ طبعا يا قلبي عمري ما هزهق منك. ايوه يا حسان يا اخويا، جاي البلد دي، البلد هتنور يا اخويا. امال ايه؟ قال لا. طب يا اخويا مستنيك بالسلامه، كل شيء جاهز ما تقلقش، انا جهزت لك كل حاجه. ايوه ماشي يا اخويا، ماشي، مع السلامه، مع الف سلامه يا حبيبي، سلام. شفت يا ام حمادي؟ حسان بقى اخويا جاي بقول لك، قال ايه هيقعد معانا يومين في البلد. يا سلام يا اخويا، ما هو من يوم ما نجح في الانتخابات ومحدش شاف وشه، وده ايه اللي فكروا بينا بقى اليومين دول؟ اكيد وراه حاجه. هيجي وهنعرف. وبعدين يا وليه ايه الكلام اللي بتقوليه ده؟ افرضي حد سمعني. اسكتي يا وليه، اسكتي. بقول لك ايه يا حليم؟ امورني يا حضرة العمدة. الله، امال فين العصايه بتاعتك يا اخويا؟ كانت معايا يا حضرة العمدة وسبتها على الباب بره، ما ينفعش اخش بقى عليك. لا جدع يا حليم، جدع. امال ايه؟ خلينا في المهم. حسان اخويا جاي هيقعد معانا في البلد، وجاي كده عشان شكله كده في شغل تقيل. عايزك تجهز الرجاله وتظبط الدنيا عشان الاراضي واللازم منه. وماله يا حضرة العمدة؟ الرجاله موجوده والفلاحين مالهاش راي في حاجه، يا تقدر حد منهم يتكلم؟ وحد يقدر يتكلم في وجود حليم والعمده؟ اهو انت عارفني بقى يا عم. امال انت تراعي اليمين ازاي يا حليم؟ اهو انت عارف. خلاص ظبط رجالتك والدنيا الو. وماله علينا حساب بايه؟ حبيبي يا حليم، ربنا يخليك ليا يا دراع اليمين. تأمرني بحاجه ثانيه يا حضرة العمدة؟ الله يخليك يا حبيبي. السلام عليكم. مع السلامه يا اخويا. وبعدين يابا وانا ماليش في المصلحه دي، ده انا حتى ابنك. وبتقصر كده ليه يا هلا؟ وبعدين ابني يا هلا، انت حيلة امك يا اخويا. انت فالح في دراسه ولا فالح في ليله؟ ما تشوف هادي اتعلم منه. اهدى يا راجل، ده الحيله، هو احنا حيلتنا غيره؟ ايوه هو فعلا الحيله. فرحان يا حيلة امك. وبعدين هادي يعني بياخد كام؟ لكن هو ابن العمدي. ايوه صح، في دي عندك حق، هو ابن العمده، ده هو ابن كلب مش ابن العمده. ايه؟ وانا ما عرفتش اربيه. بقى هادي يطلع احسن منه وينجح، وده قاعد كده جايب لي كحك وقرص. ماشي يابا، اللي انت شايفه بقى اعمله. ما تزعلش يا واد، بقول لك ايه، انت عمده على البلد دي كلها، لكن هنا انا الكلمه كلمتي. مالك في ايه؟ ما تقهرليش الواد بس يا حبيبي. ايوه فعلا انا عمده البلد، انما انا هنا بقيت سجادي. حسبي الله ونعم الوكيل. خد يا ياسر، يا سالم، يا احمد. ايوه عايز يا حليم. حليم، انت نسيت ياد ان انا شيخ الغفر؟ لا ما نسيتش. تعدوا على العمده عشان هيشتري الارض. احنا مش هنبيع ارض، مش هنبيع الارض يا ابو حليم. مش بيع ارض ازاي؟ وانا مش هبيع ارض. انا هو حد عنده اعتماد يالا؟ ده تخبط في نفوخكم انت وهو. لا احنا مش هنبيع الارض بتاعتنا، ده ارض وارض عيالي. عدى على العمده يا ياسر، عدى على العمده يا سالم. مش هبيع عدى على العمده يا احمد. العمده يشتريها غصب عنه. ربنا على الظالم يا رب، ربنا على الظالم. ايه يا شباب، وحشتوني والله، وحشتني القعده معاكم. ده انت يا عم اللي وحش، وهدا اخرتها بيتجوز بينسى اصحابه. الف مبروك يا هادي، ما عرفتش احضر الفرح عشان كنت مسافر. يا رجاله هادي كان عامل فرح اوكشن جامد قوي، وكان فيه سهره ورقاصين، وكانت الدنيا خربانه قوي في الفرح ده. يا وليد، ده انت كنت خارب الدنيا، ده انت يا راجل ما نزلتش عينك من على الرقاصه. يعني الفرح فيه رقاصه وهسيب الرقاصه وابص لك انت؟ ما طبعا ابص للرقاصه.
بصوا بقى يا رجاله، انا عازمكم على سهره صباح. لا يا عم، سهر الصباحي ايه؟ ده كان زمان، دلوقتي بقى في جواز وفي التزام. يا عم الحال اتغير دلوقتي، صاحبك اتجوز، خلي السهر دي لنا احنا. ايه يا عيد؟ عيد؟ عيد ايه يا انا؟ قول يا حاج عيد يا عم عيد، خلي عندكم ادب. طب يا ابو هادي. نعم. بعدي على العمده عشان عايزك. خير، عاوزني ليه؟ اصل هو عايز يشتري الارض بتاعتك. يشتري الارض دي؟ اني؟ ايوه، بس انا ما قلتلكش حاجه. صاحبك هادي منزل لي صور على الفيس وفرحان لي بجسمه قوي. والله يا اسطى برنس، ما انت عارف يا اسطى بقى اللي هو بيروح الجيم وراجل بطل. جيم؟ عامل لي فيها الشحات مبروك. انا مش عارف انت بتكره صاحبك كل الكره ده ليه؟ تبقى في وشه صاحبه وحبيبه وفي ظهره. ايه يا عم كل الكره ده؟ مين اللي قال لك ان انا بكرهه يا ابني؟ باين من كلامك اللي انت اهو، ما انت بتتكلم في ظهره اهو. اسكت، انت ما تعرفش حاجه. هادي ده صاحبي واخويا. سيبكم بقى من الكلام ده كله بقى، وعاوزين نسهر سهره حلوه بقى كده نظبط فيها الجمجمه بتاعتنا بقى، عشان الواحد الجمجمه بتاعته بايظه خالص والله يا ابن العمده. ليه بس كده يا حضره العمده؟ انا طول عمري دراعك اليمين. خلاص بقى يا عمده سماح المره دي، وبعدين حليم ده واحد من رجالتنا. ما هو مش ذنبي، انا عديت عليهم واحد واحد يا حضره العمده، وعم عيد اللي مش عايز يبيع. ده بقى الكلام اللي يضايق على الصبح. يا عمده اذا كان على عيد مالكوش دعوه بيه، انا هتصرف معاه واللي انت عايزه هعمله لك. ماشي. الا قول لي صحيح يا اخويا، انت يعني بتجمع الاراضي من الفلاحين والاراضي دي كلها هتعمل بيها ايه؟ انت عارف بقى الدنيا، انا عايز اعمل شويه مشاريع وابراج، عايز اعمل حاجات تفيد البلد. ايوه خلاص يا اخويا، حس كده انا هقف جنبك واساعدك زي ما خدت الكرسي بتاع المجلس. لازم تاخد الاراضي وتعمل المشاريع. ايوه امال ايه؟ جزاك الله خير يا عمده، طول عمرك واقف في ظهري. احنا لينا بركه الا انت يا اخويا. الله يخليك، وانتوا ما تقلقوش من اي حاجه. ربنا يزيدك من نعيمه. ربنا يزيدك يا راجل. ربنا يديك من واسع. وموضوع عيد انا هخلصه، مالكش دعوه انت. ابعد حليم عن موضوع عيد. كتر الف خيرك يا بيه. تأمرنا بأي خدمه يا حضره العمده؟ خلاص روح انت يا حليم. ماشي، بعد اذنك يا جناب العمده. اتفضل يا اخويا اتفضل. ايه يا حبيبتي لابسه كده ورايحه فين؟ رايحه عند بابا. هو انت ما تعرفش ان هو النهارده في البلد ولا هو هنا النهارده؟ اه. طب كلموا لي بقى على شغل. هو انت لو تسمع كلامي وتقرب منه هيشوف لك شغلانه حلوه بدل الشغلانه اللي مش جايبه همها دي. انا يا حبيبتي هقرب، بس كلميه وهشتغل. حاضر. يا عيد يا عيد يا عمده عامل ايه يا راجل يا طيب؟ اهلا حسان باشا، منور يا حسان باشا. ازي حضرتك يا اخويا؟ باشا ايه وبتاع ايه ده؟ احنا نسايب يا عم عيد. ايه صحيح احنا نسايب. طيب عليا اليمين ان انت جاي متعشي عندي النهارده. هي اسمها ايه ديت الوليه لمراتي، اسمها ام هادي، واكلها ما وحشكش؟ وحشني طبعا، بس انا جاي النهارده مستعجل كده في شويه شغل، ولما اجي المره الجايه نبقى نتغدى سوا. يا راجل ده انت لسه بتقول احنا قرايب، ازاي مستعجل؟ بس لازم تيجي تتعشى عندي الليله دي. بس انا زعلان منك يا عيد. ليه يا عمده؟ ابعت لك حليم يكلمك على الارض تقوم تكسفه كده؟ اني كسفتك يا راجل انت؟ ايوه جيت لك وقلت لي مش هبيع. ايوه مش هبيع يا اخويا، الله ده هديه. ابيع ايه؟ دي ارضي وارض جدي وارض ابويا، وابويا الله يرحمه موصيني عليها. الف رحمه عليك. على العموم انا هتعشى معاك النهارده قبل ما امشي. يا فرحتنا خلاص. يا اهلا وسهلا بيك يا باشا. نستأذن احنا بقى. مع السلامه يا عيد. مع السلامه يا اتفضل يا حسن يا اخويا اتفضل. مع السلامه يا عمده. انا بيع قال. مش قلت لك ده راجل مش سهل. خير هنتصرف يلا اتفضل قوم يا حسان بيه. السلام عليكم يا رجاله. عليكم السلام. السلام يا سياده العمده. انا مش بعت لكم حليم ياد منك ليه؟ ما جيتوش ليه الدار؟ بصراحه يا عمده انا مش عايز ابيع الارض. مش عايز تبيع الارض؟ انا مش هبيع الارض يا سعاده العمده. يا ارضك كام فدان يعني؟ ده 3 قراريط يا باشا، عايش عليهم انا وعيالي. انت لازم تبيع عشان خاطر عيالك، اهم حاجه.
احنا هنعمل مشاريع وحاجات تخدم البلد كلها واولهم عيالك. اللي انت شايفه بقى سعاده الباشا. خلاص ياد منك ليه؟ تقولي على الدار هناك زي ما البيه حسان قال لكم. يلا خلاص يا عمدة هنبيع امرنا لله. حاضر يا عمدة. ايوه اتفضل يا حسان بيه اتفضل. امرنا لله. مش قلت لك دول ما يجوش غير بالعين الحمراء. ايه جاي بدري النهارده؟ انت عارف انا قابلت مين النهارده؟ مين؟ قابلت ابوك والعمده وعزمتهم على الغدا. انت اللي عزمتهم؟ اه. اذا كان ابوك اللي عازمهم متصل بيا وادينا واقفين بنحضر نعمل الغدا. ما تنساش بقى تبقى تكلمه في الموضوع اللي انت قلت لي عليه لما يجي. خلاص ماشي. يعمل ايه بقى؟ كوبايه شاي. اعمل لي كوبايه شاي. ماشي. طب ما اخلص انا دول. هيص يا حليم فرصتك وجات لك لحد عندك. وانا جاهز يا عمده. ما ترسيني يابا على الدور. فهمني يا عمده في ايه؟ هو انا كل ما اجي زياره للبلد الاقي مشاكل؟ وبعدين انت عارف انا ما بحبش العنف. عنف ايه يا اخويا؟ اهو العنف ده اللي خلاك تقعد على كرسي المجلس وهو اللي خلاني خدت العموديه. بص يا حسان يا اخويا، الناس بتحب الطيب انما ما بتعملوش حساب، وما بتحبش الظالم بس بتعمل له 1000 حساب. خد بالك برضه عيد يبقى نسيبي وجد عيالي. مالكش انت دعوه بس يا اخويا بالموضوع ده وسيبهولي، انا هعرف اتصرف مع عيد ما تقلقش. والله صح. معيش يا عم. يا عم عيش ولاها يا عم. عيش اوعى. يا عرفت ودني يا كلب. يلا يا رجاله. ايه يا حماده انت اتجننت؟ ايه اللي جابك هنا؟ ايه بتحتشفك دلوقتي؟ اسمع بس ما تزعليش، انا جايلك في مصلحه. مصلحه ايه وانت مصالحك بيجي من وراها خير؟ المره دي خير ان شاء الله. يا بنت الحلال بصي، انا عايز تليفونك ساعه واحده بالظبط وترن عليا، وده عمل خير. واحد صاحبي عايز بس اقرصه قرصه ودن كده. طيب ماشي ساعه بالظبط وترن عليا. تمام. سلام عليكم. ايوه وبعدين يا حضرة العمدة. ايوه تعالى يا حليم. العمدة تعالى خش يا علي. ابسط يا حضرة العمدة. خير اقعد يا حليم فرحني كده. الواد هادي ماله؟ خد الطريحة اللي هي. الله اكبر عليك يا حليم. ايوه كده هو ده الشغل ولا بلاش؟ هو انت مش هتبطل العنف بتاعك ده؟ ما انت عارفه يا وليه عنف ايه. وبعدين الواد خد البنت من ابني اللي كان بيحبها، وبعدين انا بعمل كل ده عشان الوالد. حرام عليك يا عمدي. احنا حضرة العمدة ده انا الطريحة اللي هي انا والرجالة. الله ينور عليك يا حليم. والله انت عارف انا من غيرك ولا حاجه. انا عينيا ليك يا حضرة العمدة. انا من غيرك عمدة من غير كلثوم. والله يا حليم انا عينيا ليك انت وحسان بيه. تسلم لي يا حبيبي. بس بقول لك ايه يا والد، امورني وياك حسان بيه يعرف بالكلام ده. لا فاهم ولا لا؟ دي تيجي يا حضرة العمدة. ايوه كده انت حبيبي وحليمي. انا دراعك اليمين يا عمدة. خلاص بقول لك ايه، روح انت دلوقتي عشان انا ورايا مشوار كده هخلصه ونتقابل بالليل. خلاص؟ خلاص يا حضرة العمدة. وما تمشيش من غير العصايه تاني يا حليم. بقول لك بعمل احترام ليك وبسيبها لك عبالي يا حضرة العمدة. دي مراتك التانية يا والد. ماشي يا حضرة العمدة. ماشي يا حبيبي. ها ايه رايك يا وليد؟ يا شيخ اتقي ربنا، ايه اللي بتعمله ده؟ ما تغير اسلوبك. هو لازم العنف كده؟ ما هو كله عشانك يا اختي وعشان ابنك المحروس الدلوعي. واحنا اللي قلنا لك يا اخويا اقتل واضرب؟ قاتل؟ انا عمري ما قتلت. وان شاء الله الواد ده كده اللي اتبهدل ده لو كان مات فيها كنت هتعمل ايه؟ ولا تليفونك؟ ربنا يخليك، انا كنت خايفه قوي احسن يضيع علي حاجات مهمه. لا ما تخافيش تليفونك في امان. طب اتفضل اي حاجه. طيب حلاوه رجوع الموبايل. كده هنا بس. ربنا يخليك، ربنا يرزقك يا رب. عايزه حاجه؟ لا ربنا يخليك.
الو. ايه حماده؟ جاب لي التليفون. لا ما خدش رقمي. بص بصراحه انا مش مرتاحه لك ومش مرتاحه اللي بيحصل، مع ان الواد اللي جه ده شكله محترم. خلاص انا هخليني وراك للاخر لما نشوف اخرتها ايه. سلام. انت فين يا ولد؟ سابتني وراح يابا. ايوه يا حماد. قلت لك ابن عوضين اللي على اول السك. ابن عوضين اللي على اول البلد؟ انتوا 5 فدادين ارض. انت ابن عوضين يا ولد؟ ايوه يا عمدة. عندك ارض قد ايه يا ولد؟ 5 فدادين يا عمدة. حلوين قوي يا ولد دول، هينفعوا حسان بيه. خد يا ولد. امضي على الورقه دي يا ولد. على ايه يا عمدة؟ ده ارض وارض عيالي. اما اكلمك يا ولد تسمعني الاول، انا العمدة البلد دي يا ولد. تمضي على الورقه يبقى تمضي. مش ماضي يا عمدة. امال انا جايبك ليه؟ امضي على الورقه زي ما العمدة بيقول لك. مش ماضي. يعني انت مش عايز تمضي؟ لا يا عمدة. طب وحياة ابوك عوضين لا هخليك تتعلق يومين. يا حليم. ايوه يا حضرة العمدة. تعالى يا حليم. امورني يا حضرة العمدة. تاخد الورقة دي في ايدك الشمال والورقة دي في ايدك اليمين وتعلقوا لي في النخلة يومين. عينينا يا حضرة العمدة. لغاية لما يقر ويمضي الله. هتقر يا ولا مش هتقر؟ مش هيقر يا عمدة. قرروا يا حليم. قوم يا ابن عوضين. يلا روح يا اخويا. مش هيبيع ايه؟ هتمك. هيمضي غصب عنه. وانت هلا عايزك تتنصح كده، عايزك تبقى زي الواد هادي والواد نادي والواد شادي. يابا وانا كل ما اقعد معاك هتقول لي هادي والمهندس والدكتور. يا واد عايزك انا الم لك بتوع اهل البلد. عايزك تفتح مخك يا هلا. حاضر يابا. لا حاضر يابا. اجري شوف لامك فين. قوم انت قول لها تعمل لي كوبايه قهوه ولا كوبايه نسكافيه. حاضر يابا. يلا مع السلامه يا اخويا. يا امي. يا ابن امك. دي يا ماما انا اللي كلمتك عليها. بتاعت التليفون؟ بتاعت التليفون. اهلا وسهلا يا بنتي. هادي دايما بيكلمني عنك. بس يا ابني اللي انت هتعمله ده ما ينفعش، انت قدامك باب مفتوح. يا ماما خلاص الموضوع ده اتقفل. برافو عليك يا طنط، والله نفس اللي قلته له، واللي ما رضاهوش على نفسي ما رضاهوش على غيري، وانا ما بحبش خراب البيوت. ماما قومي اعمل لك كوبايتين شاي بالنعناع كده وعلى النار هاتي. انا عارفه ان كلامي مش جاي على مزاجك، اعمل اللي انت عايزه. يلا يا ست الكل، ما نقدرش نعمل حاجه من غير ما نرجع لك برضه. تسمع كلامي. ماشي يا ست الكل. بص يا ندى لما ماما تيجي من الاخر كده على غلطه، انا معجب بيكي قوي وبحبك. وانا كمان معجبه بيك، بس ما اظنش ان بابا هيقبل بالوضع ده واكون زوجه تانية. مفيش زوجه تانية، هو خلاص الموضوع الاولاني خلاص يعتبر انتهى. عاوزني ابقى ليك لازم تنهي الموضوع الاولاني. هو يعتبر انتهى، انا لما اتاكد من مشاعرك بس من ناحيتي الاول. اوعدك لو الموضوع انتهى هعرف كل الناس ان انا ليك، وهبقى ليك لوحدك من غير اي مقدمات. ما انت ممكن تبيعيني في لحظه. لا مش هبيعك، اوعدك ان انا لو اتاكدت ان الموضوع ده انتهى الاخر هكون ليك ومش هكون لحد غيرك. يا انا بحبك ما اقدرش استغنى عنك. وانا كمان، بس ما اظنش ان بابا يقبل بالوضع ده، ولا انا كمان. خلاص ان شاء الله سيبها بس للظروف، ان شاء الله الموضوع يعتبر انتهى خالص. ان شاء الله لما اتاكد وصدقني هكون ليك ومش هكون لحد غيرك. ماشي يا اتفضل يا حسان بيه اتفضل. مالك يالا كده ليه يالا انت وهو؟ الارض دي بتاعتكم يالا؟ بتاعتنا ايه؟ انتوا سبت لنا حاجه؟ ما انتوا خدتوا اللي حلتنا كله. لم ياد انت وهو هادوا اتكلم بادب. اتكلم انت بادب، انت في ارضنا اللي كانت ارضنا اساسا. اتلم يالا منك ليه؟ امال الارض دي بتاعت مين؟ مش بتاعتنا. ما انتوا خدتوها. احنا هنعمل مشاريع ومصانع وانتوا هتكونوا اول ناس تشتغلوا فيها. ما تقلقوش يعني. يا ريت والله يا حسان بيه. ما تقلقش يا واد منك ليه؟ حسان بيه خلاص هيشغلكم معاه في المصنع والمشاريع بتاعته. هتشغلونا ايه في المشاريع بتاعتكم دي؟ هنشوف ساعتها ساعة ما نعمل المصنع ونعمل الابراج اللي عاملينها، هنشوف لكم ايه. انتوا لسه هتشوفوا. والله العظيم ما اتلم يا واد منك ليه؟ مش تحمد ربنا يا ليه في منك ليه؟ ان حسان بيه قبل واتكرم ان هيشغلكم يا بهايم. حاضر يا حضرة العمدة. اللي تشوف البلا منك ليه؟ تفوق عليكم. يعني هو هيشغلنا في المطار يا خاي. بس يا هلا اتفضل يا حسان بيه اتفضل. ادي الاراضي وزي ما قلت لك مش هنسيب حاجه الا لما ناخدها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معلش يا عم عيد والنبي عايزينك في موضوع. خير ان شاء الله. عايزينك بس في موضوع مهم. حاضر يا ابني. يا رب. يا وسط يابا.
خير يا حبيبي، في ايه ان شاء الله؟ خير يا عم ايه ان شاء الله. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا عم. خير. بصراحه كده انا جاي اشتكي لك من حسان باشا. حسان باشا ليه؟ خير في ايه؟ عايز اشتري الارض بتاعتي بالعافيه. بالعافيه؟ اشتري ارضك وليه؟ وجاي اشتري ارض انا كمان. كمان برضه؟ وعايز اشتري ارض وارض عيالي يا عم عيد. يا لهوي، هو كان بعت لي كمان عشان كده؟ شفت بقى، كان بعت لي كمان عشان يبقى عاوز يشتري ارض دي كمان. لا ده انا هفضحه، ده انا اجيب الفاس واجيب دماغه كمان، ما تستنوش. ايه الشده دي يا عمده؟ بالراحه على الناس شويه، انا كده خايف منك. انت خايف ايه بس يا هاني؟ ده الطبيعي اللي مع الفلاحين، ما بيجوش غير بالعين الحمراء. ما تتكلميش في الموضوع ده تاني، فاهمه يا هدى؟ الحقيني يا ماما. ايه اللي حصل؟ الواد مالك يا بيخوني. بنتي، في ايه؟ الواد بيخوني يا بابا. مين ده اللي ايه بيخونك؟ اللي حصل؟ اتكلمي. هادي اللي بيخونك يا بنت؟ ايوه. ايه اللي حصل؟ احكي لنا يا بنت ايه اللي حصل؟ لا يا عمده، بنتي مش هترجع الا لما هو اللي يجي ياخدها. انا هتفاهم معاه ومع ابوه. انا النهارده بالليل هقابل ابوه على العشاء، هتفاهم معاه وهكلمه. الكلام ده ما ينفعش. وبعدين انت ما تروحيش الا لما اقول لك انا، ومش هتروحي، تقعدي معانا في البيت ويجي غصب عنه ياخدك ويبوس ايديكي كمان. يا بابا بس في واحد بعت لي صور ليه مع واحده على الواتس وكلمني كمان. قصده ايه؟ مين اللي بعت لك الصور ده؟ مش عارفه. مش قلت لك يا حسان يا اخويا ان عيد دي مش سهل، وخراب البيوت مش سهل برضه. على العموم الموضوع ده انا هتصرف فيه بطريقتي، والموضوع الارض والحاجات التانية دي بقى على ربنا وعليك. ما تقلقش، بس انت خد بالك، ربنا معاك. يا نادي في حد بعت صور لمراتي انا وانتي، يعني الموضوع كده وفر عليا كتير جدا، الموضوع انتهى خالص كده، يعتبر انا وفيت بوعدي. فين وعدك ليا؟ انا معاك للنهايه ومعاك للاخر. انا ماليش دعوه. تستغفليني انا ده؟ حماده هو اللي قال لي، انا ماليش دعوه. تستغفليني؟ انا ماليش دعوه، حماده هو اللي قال خليتيني لي. اضحي بمراته وتستغفليني؟ انا ماليش دعوه، حماده هو اللي قال لي وقال ان كل ده هزار. انا ماليش دعوه. هو الهزار ان انتوا تبعتوا صور لمراتي انا وانتي؟ يعني تلعبوا بينا وتشرطي عليا ان انا اطلق مراتي عشان خاطر الصور؟ انت مش عايزه؟ انا كنت هقول لك على كل حاجه، وصاحبك هو اللي عمل كده. انا ماليش دعوه، روح اتصرف معاه. ماشي يا حماده، انا هتصرف مع حماده ومعاكي، اصبروا بس. زعلنا قوي يا حماد. ايه بس يا حبيبي، انت حتى دراع اليمين يا عم مبهدل لي مع احسان دي. يا رجاله اهلا اهلا وسهلا. ايه اللي جابك تاني؟ ما حرمتش من المره اللي فاتت ولا ايه؟ ما انا جاي اوريك زي المره اللي فاتت دلوقتي. طب قوموا وروها يا رجاله، هيوري مين؟ خش يا حليم عليك. انا اعرفك مين الكلب يا كلب.
قول لي يالا اللي بعت الصور. ها؟ اللي بعت الصور يالا؟ انا اللي بعتها. ليه؟ انا بكرهك اصلا انت يا ماني، ده انت حتى البنت اللي انا بحبها انت خدتها. انا اوريك اناني يا كلب. انا بكرهك. حضرة العمدة. ايوه حضرة العمدة. الحق يا حضرة العمدة. اهل البلد مقلوبين وراحوا المركز وقلبين الدنيا علينا. مالوا كده رسل وبعدين وحسن به هرب كمان. يا لهوي يا جنيني. ايه؟ سامع؟ انا ماشي يا حضرة العمدة، حل نفسك بقى. خد يا انا يا حليم. انا بس مش غيظني غير الولد حليم اللي سابني وهرب، اللي قايل له دراعي اليمين. حسبي الله ونعم الوكيل. منك لله يا بعيد. العمدة ادي العمدة يا حبيبي يا ابني. لو البوليس جه قولوا له العمدة راح الحمام. ينيلك بتجري وتسيبني. سامحيني يا حبيبتي، طلع حماده ابن عمك هو اللي بيبعت لك الصور، صورنا ويبعت رسايل. بس انت برضه مشيت ورا كلامه وكنت هتتجوز البنت اللي هو زقها عليك. يا حبيبتي ما صدقيش الكلام ده هو اللي كان بيوقع ما بيننا عشان هو كان عايز يتجوزك. خلاص الحمد لله بقى الموضوع جه لحد كده، وخلي بالك بقى من صحابك ونقي صحابك، والحمد لله اللي جت على كده. خلاص ماشي يا ماما، حاضر. انا بعد كده انقي صحابي واعرف بيمشوا ازاي معايا برضه. ربنا يصلح حالك. يلا بينا يا